السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معاكم قناة منوعات لوجي شانل. قبل ما نبدأ نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. زي ما انتم شايفين كده معايا النهارده عامله لكم طريقة عمل فراخ مشوية جميلة جدا وطعمها جميل وريحتها اجمل. عملتها على الفحم. بجد شكلها جميل جدا وطالعة زي بتاع بره بالظبط. طبعا معانا اللي هي الحديدة المخصصة للشوي اللي هي زي دي. طبعا انا معايا الاكبر، حطيت في الاكبر علشان خاطر تاخد الكمية كلها، وبدأت ان انا بقى اشويها زي بره بالظبط. بصوا فيها نفس الخطوط بتاعه بره، هي بتاعه الشوي اللي انا وريتها لكم دي هي بتعمل نفس المنظر بتاع بره. بصوا شكلها جميل جدا وعامله زي كده زي الفراخ التكه اللي احنا بنجيبها من بره بالظبط. ان شاء الله دلوقتي هنشوف المكونات ونشوف المقادير معانا. لو وصلت لحد هنا تحطي لي اللايك، ما تنسيش اللايك. ودلوقتي هنبدأ نشوف مع بعض عملنا ايه. زي ما انتوا شايفين كده انا جايبه كيس، تجيبي كيس او تجيبي استرتش. بدأنا ان احنا نحطه كده علشان خاطر هنحط الفراخ بتاعتنا عليها ونشوف هنعمل ايه. انا المره دي عامله بكل الفراخ بتاعتي كلها وراك، بس بسم الله ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده الورك ما شاء الله كبير. هنبدأ بقى ان احنا بقى نكسر العظم بتاع الورك علشان خاطر التتبيلة تدخل معانا. طبعا نغسلها كويس جدا طبعا بالليمون وشوية من الدقيق، وتفضلي نقعها كده شوية وشوية ملح. وتبدأي انك انت بقى تغسليها كويس جدا. بصوا معاكوا مثلا الشاكوش بتاع اللحوم ماشي، معاكوش ممكن تعملوا بأي حاجة. ممكن انا طبعا معايا معلقة خشب، بدأت ان انا اكسر بيها كده زي ما انتوا شايفين. ما عندكيش لا ده ولا ده، ممكن انك انتي تعمليها بظهر السكينة عادي، بس تخلي بالك عشان خاطر ما تتعوريش يعني. وتبدأي انك انتي تخبطي كده على الفرخة بتاعتك لحد ما تحسي ان العظم بتاعها بقى مرن كده. بصوا بقى مرن خالص، ان فعلا التتبيلة ان شاء الله تحاول انها تخش جواها. وطبعا مش كده وبس، احنا بقى لسه هنقعد نخرمها كده نشرحها كده بالسكينة شوية علشان خاطر تاخد التتبيلة كلها بتاعتنا. بس وانتي بتعملي الخطوة دي خلي بالك من ايديكي. اهو بنقطعها كده عشان خاطر اما نيجي نحطها في التتبيلة تشرب التتبيلة كلها بتاعتنا. طبعا عملت كل الكمية بنفس الطريقة. ودلوقتي معانا الخلطة اللي احنا هنبدأ بقى نعملها مع بعض. معايا بصلة كبيرة و5 فصوص من الثوم، ومعايا طماطماية كبيرة او طماطمتين يكونوا صغيرين. وكده بقى هبدأ بقى ان انا اضربهم كلهم كده مع بعض في الخلاط ونرجع نشوف هنعمل ايه. بعد ما انا خلاص حطيتهم في الخلاط واتضربوا كده مع بعض هبدأ ان انا احط بقى شوية من الخل ونص ليمونة. وهنبدأ ان احنا بقى لو في بذر ولا حاجة ممكن ان احنا نشيله. ونبدأ ان احنا بقى نقلبها كده. ودلوقتي هنبدأ بقى نجيب التوابل بتاعتنا. معايا من كل ده معلقة صغيرة، معلقة من القرفة، زنجبيل، شوية لوري مطحونين، فلفل اسود، بهارات فراخ او 7 بهارات لو مش متوفرة عندك،
البهارات الفراخ، شوية من البابريكا، شوية من الشطة ده اختياري، معلقة كبيرة من الملح، معلقة كبيرة من الزعتر. هنبدأ بقى نحط كل ده كده مع بعضه، وطبعا تظبطي الملح بقى بتاعك. جميلة جدا، وإن شاء الله تجربوها وتقولوا لي رأيكم فيها. ده بقى المكون الجميل اللي أنا بحبه في المشويات عامة، يعني اللي هو هوريهولكوا دلوقتي. أنا كده حطيت معلقة من الصلصة، صلصة اللي هي البطرمانات. ده المكون الجميل اللي أنا بحب أحطه في المشاوي أو في الحواوشي. جميل جدا. اللي هو البرجر، كيس البرجر اللي انتوا شفتوه دلوقتي هحط منه معلقة كبيرة. جميل جدا، انا بحبه جدا في المشاوي، بيدي طعم جميل جدا. وكده خلاص، بعد ما احنا قلبنا كل حاجة مع بعضيها كده، خلاص المكونات بتاعتنا خلاص حطيناها. هنبدأ بقى ان احنا بقى ننزل بالفراخ بتاعتنا. نحط كده الفراخ بتاعتنا، طبعا هي اساسا مفتوحة ومرنة كده زي ما انتوا شايفين، فان شاء الله تشرب كده من المكونات بتاعتنا اللي احنا حطيناها. طبعا احنا هنسيب بعد ما نعمل الكمية كلها هنسيب الفراخ دي ليلة كاملة، او لو انت مستعجلة عليها من 5 ل6 ساعات. طبعا كل ما تسيبيها في التتبيلة كل ما بتبقى احلى واطعم. تحطي كده من تحت الجلد كده. وكده خلاص، بعد ما احنا عملنا الكمية كلها زي ما انتوا شايفين كده، هنسيبها بقى زي ما احنا قلنا، هنسيبها ليلة كاملة، او لو انت مستعجل عليها من 4 ل5 ساعات، 6 ساعات بالكتير. وتبدأي انك انت بقى تشويها عادي. وكده خلاص، كده ده شكلها النهائي. طبعا عملتها طبعا على الشواية، بس المقطع ما نجاش، اتحذف من عندي. وممكن قوي انك انتي لو انتي مش عايزة تعملي دخان في البيت وكده، ممكن انك انتي توديها بالتتبيلة بتاعتك بكل حاجتك كده زي ما هي عند بتاع المشاوي، ويعملها لك ويرجعها لك زي ما انتوا شايفين كده. او لو انت عندك فحم وحابة انك انت تعمليها في البيت برضو عادي. كده احنا خلاص وصفتنا خلصت معانا. ويا رب تكون الوصفة عجبتكم، وبجد انا مبسوطة بيها جدا جدا، لانها فعلا كانت طعم وريحة احسن من بره كمان. وكده خلاص زي ما انتم شايفين كده، بصوا بجد شكلها يفتح النفس، واحسن من بره كمان. وكده يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم ما تنسونيش من اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.